مساء الخير. مساء الخير في الحلقة الثامنة من برنامج من غير مواعيد. نحب نرحب هذا المساء ترحاب خاص بالجمهور الحاضر معنا، وأخص بالذكر طلبة معهد الموضة والتصميم مقني اللي يستضيفنا في سهرة كل سبت. سهرتنا هذا المساء عندها نكهة خاصة. الافتتاح كان لمجموعة سيان بالخوجة، لكن سهرة هذا المساء عندها نكهة خاصة لأنه باش نستقبل فيها صوت نعتز به كتوانسة ونفتخر به، خاصة عندما نعلم أن تونس هي عاصمة اليوم للأصوات العربية. أتمنى أن تكون هذه السهرة في مستوى الأمال التي رسمناها. ضيفتنا هذا المساء اختارت أن تحيي جمهور قناة 7 بطريقتها. هذه طريقة نجمة سهرة هذا المساء الفنانة أمينة فاخت. شكرا وتحية لأمينة فاخت. كرهبة كيما هذه طلعت فيها قبل؟ خذ الميكرو. والله أول مرة. كل شيء يظهر لي جديد في جديد. برشا ناس الله يسامحهم نصحوا أمينة باش ما تجيش الحس من غير مواعيد، وانا اتفقت انا وامينة انها تجي من غير مواعيد فقط باش تغني الاغنيه هذه وتروح. فباش نساليك تطلع معي في السياره. تفضل توا نوصلك ترجع امينه. لا اطلع قدام امينه. نوصلك ترجع لانه عندنا ضيوف اخرين في البرنامج باش نكملوا بهم برنامج حتى يتفرهدوا الناس اللي تقلقوا برشا باش امينه فاخت تجي البرنامج من غير مواعيد. باش ناخذوا ثنيه نرجعوا امينه. امينه هي الضيفه الرئيسيه هذا المساء. أمينة عمرك ما جيت قبل هنا ولا جيت في النهار؟ ما جيتش في الليل؟ اي نجي في النهار. تجي في النهار بركة. قريبة انت لهنا. اي. كيفاش كانت البداية نتاع أمينة فاخت؟ والله كانت عندي صديقتي نحبها برشا، وهي كانت اللي مغرومة يعني كيفي أنا تحب الفن وكله. نعم. وكانت عملت جواب وقتها الفن مواهب، حبت تغني فن مواهب الله غالب يعني ما تقبلتش، فقالت لي هاي جرب انت باش تقبل. لا معناها تفدليكه معناها. تفدليكه ببراءة يعني. ببراءة تامة. وحصلت الحمد لله. والحمد لله. باهي. وغنيت وقتها أغنية بقات في ذكر في بال المتفرجين التوانسة، خاطر نهارتها غنيت وردة وبكيت. حكايتي مع الزمان. حكايتي مع الزمان. اي بالضبط. فكرنا فيها شوية. ماشي. ده حكايتي مع الزمان، الزمان حكايتي مع الزمان. بس ليش بتفكر؟ وبعد حكايتك مع الزمان الحكاية الأخرى اللي باش نتبعها الآن مع بعض. ماشي. حد في القومية كنا نعملوا حفلات البر هكايا نشاركوا في مشيو الأردن، مشينا لسوريا. عملت وقتها ثرنا على الرملي. ثرنا على الرملي. ياسر تحكونا.